خرافات عن كندا الناس بتصدقها. اغلب الناس اللي بتفكر تيجي كندا بيصدقوا الكلام ده، ولما بيجوا بيلاقوا الحقيقه حاجه تانية خالص. ودي اخطر 3 حاجات منها. ناس كتيره فاكره انها لازم تلاقي عقد عمل عشان تهاجر، وده غير صحيح بالمره. في ناس بتيجي هنا عن طريق فيزة الدراسه، او هجره المقاطعات، او الاكسبريس انتري. الناس عارفه دي، لكن في برامج تانية كتير الناس ما تعرفهاش. تاني حاجه، الحكومه هتساعدك اول ما توصل. ده جزء منه صح، في مساعدات زي التشايلد بينيفيتس او النيو كومر سيرفيس، لكن الحقيقه المساعدات مش معناها هتعيشك مرتاح من غير شغل. لازم تشتغل. تالت حاجه، الجو بارد جدا طول السنه. الجو فعلا صعب في اماكن، لكن في مدن زيها زي اوروبا الجو فيها ما بيبقاش ساقع طول السنه، زي فانكوفر الجو معتدل مقارنه بالبرتا او مانيتوبا. قولوا لي في التعليقات، كنتوا عارفين المعلومات دي ولا كانت جديده عليكم؟ واحب اعرفكم ان انا كمان ابتديت احضر فيديوهات اطول هتكلم فيها بالتفاصيل عن الحاجات اللي انتوا سالتوني عليها في كل الفيديوهات اللي فاتت. فاكتبوا لي في الكومنتات تحت اي اسئله انتوا عاوزينها والمواضيع اللي انتوا عاوزينها، وانا هجاوبكم عليها وهعمل لكم فيديوهات عليها. واشوفكم المره الجايه في كندا بعيون واقعيه.